دي كفتة جمبري ومش أي كفتة جمبري، على الطريقة البورسعيدية. تعالوا أقول لكم عملتها إزاي. أولا المقادير دي لكمية كيلو من الجمبري. حطيت في الكبة بصلتين حجم وسط و5 فصوص من الثوم وشوية من الشبت والبقدونس والكزبرة، يعني شوية كده قد كف الإيد كده على بعض، نحطهم في الكبة مع الخضار. وضفت كمان معاهم ورقتين 3 كده من النعناع الفريش، ده هيقلب الدنيا. وبعد ما ضربتهم كويس في الكبة ضفت عليهم كيلو من الجمبري، الحجم طبعا الصغير خالص، يعني أصغر حجم هتلاقوه هو ده اللي هيمشي معاكم مع الكفتة. ضفت كل الكمية مع الخضار، وكمان بقى ممكن تسيبوا نص الكمية انكم تعملوها كده بايديكوا، بحيث ان انتوا مع الكفتة تلاقوا فيها قطع من الجمبري، دي برضو بتبقى حلوة قوي، يعني دي خطوة اختيارية اللي حابب يعملها. بعد كده ضربت كل الجمبري مع الخضرة، وانا هنا خليتهم نص فرمة لان انا لسه هضيف الرز والتوابل. دي عبارة عن كوباية ونص من الرز. الرز ده كان مغسول ومتصفي كويس، ولما ينشف ضربته في المطحنة. محتاجين كوباية ونص بعد الطحن على كمية الجمبري دي. كل ما كان الرز قليل كده كل ما كانت من جوه هشة وتحفة. التوابل اللي استخدمتها ضفتها برضو في الكبة، عبارة عن ملح، فلفل اسود، كمون، بابريكا، شوية من الكزبرة الناشفة. ضفتهم بقى مع كل الحاجات دي ورجعت تاني في الكبة وضربتهم كويس جدا. وهي دي بقى اخر فرمة خلاص للحاجات دي. الخليط بقى شكله زي ما انتم شايفين، هيكون طبعا ستيكي جدا عن اي نوع كفتة تاني. عشان كده مجهزة جنبي طبق من الزيت، وكمان لما نصبعها هنحطها على ورق بلاستيك زي ما انا حاطة كده. دهنت ايدي كويس بالزيت وبدأت بقى ان انا اصبعها. ممكن تعملوها زي الكبيبة دواير، وممكن تعملوها صوابع كده زي ما انا عملت. لو انتوا حابين بقى تخلوها كده وصفة اقتصادية ممكن تزودوا شوية في الرز، هيطلع معاكم كمية اكبر من كده بكتير. وبعد ما سبتها شوية في التلاجة ابتديت بقى ان انا اقليها في زيت غزير. وخلوا بالكم هي ما تاخدش وقت خالص، لان اوريدي اصلا الجمبري بيستوي بسرعة. فضلت اقلب فيها كويس عشان ما تاخدش لون من ناحية وناحية لا، وتوزع الحرارة على كل النواحي. طبعا تقدروا ان انتوا بعد ما تقلوها تسيبوها في الفريزر، يعني لاي وقت تاني لو حابين تطبخوها تعملوا كميه كبيره كده وتخزنوا منها في الفريزر عادي براحتكم بعد القليه. وزي ما انتوا شايفين كده ولاحظتوا ان هي نفشت، يعني ده من جواها هتبقى هشه وخطيره. لو زودتوا الرز شويه هتبقى شويه مكتومه، عشان كده بحاول ان انا احط كميه الرز قليله كتير عن الجمبري. وبعد ما وصلت للون الذهبي الحلو ده خرجتها. ورغم اننا كلنا متفقين ان وهي مقليه كانت طعمها احلى بكتير، بس برضه لازم نعمل لها الصوص. في حله على النار فيها شويه من الزيت، شوحت فيهم 4 فصوص من التوم المفرومين. فضلت اقلب فيهم كويس كده مع الزيت لغايه لما دبلوا وخدوا اللون الاصفر، ورايحهم هنا كانت تجنن، مفيش اي اضافات تانية خلاص غير التوم. بعد ما دبل وخد اللون الحلو ده ضفت عليهم عصير الطماطم الفريش ومعلقتين كبار من صلصه الطماطم علشان بس تديهم لون حلو. قلبتهم مع بعض كويس، وهنا خففتهم بس بشويه ميه عشان حسيت ان هو تقيل. تبلت الصوص بشويه من الملح والفلفل الاسود والكمون، ممكن تضيفوا كزبره ناشفه لكن انا هنا ما ضفتش. قلبت كل التوابل هنا مع صوص الطماطم. بعد كده ضفت عليهم الكفته المقليه، وانا هنا استخدمت نص الكميه اللي عملتها والنص التاني سبته في الفريزر. قلبتهم مع بعض كويس وخليتهم على نار هاديه لغايه لما غلي والصوص كده بقى سميك، وكده بقت جاهزه. هستناكم تجربوها بطريقتي وانجوي.